ومن جمال بقى طعمها نصها اتاكل في نص ساعة. افضل حلو شرقي بناكله في رمضان هي المدلعة، طبقات من البسبوسة والكنافة والكريمة وصوص الكراميل، قنبلة كده من اللذاذة والطعامة. صنف حلو قوي هنعملها ان شاء الله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، وتعالي معايا عشان تجربيها واوعي تستصعبي الموضوع. هتلاقيها معايا ان شاء الله باسهل طريقة. امشي معايا بس خطوة بخطوة، هتلاقي الموضوع سهل جدا على الاخر. واول حاجة هنعملها هي البسبوسة. هنجيب اي بولة ونحط فيها كوباية الا ربع من اللبن، وكوباية من السكر، وكوباية الا ربع من السمنة. هنرفع بقى المقادير دي على نار هادية لحد ما السكر يدوب خالص. واول ما يسخن شوية هنحط معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز او عسل النحل او عسل التقيل بتاع الشربات بتاعنا. وبعد ما اتأكدت ان السكر داب خالص هنطفي بقى عليهم النار، وهسيب الخليط ده يهدى ويبقى بدرجة حرارة الغرفة. درجة حرارة الغرفة يعني لو حطيتي ايدك فيه ايدك تستحمله. هكون بقى مجهزة نص كيلو من دقيق السميد، هحط عليه رشة صغيرة قوي من الملح، والخليط عندي بقى جاهز بدرجة حرارة الغرفة. هحطه بقى على دقيق السميد وما نبالغش خالص في التقليب، هي مجرد تقليبة الدقيق بس يختفي كده ويشرب المادة السائلة كده خلاص، مش هنقلب فيه تاني. وبقى عندي خليط البسبوسة بقى جاهز للسوا في صينية مقاس 30 اللي هي اكبر صينية في طقم البايركس. هندهنها بدهنة خفيفة كده من السمنة، واوعي تدهنيها من الخليط اللي احنا عملناه بتاع السكر والسمنة، لانك لو دهنتي بيها الصينية السكر هيتكرمل منك في الصينية والبسبوسة هتلزق وهيبقى صعب جدا تخرجيها منها. هندخلها بقى فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، وفي الوقت ده بقى هنجهز الشربات بتاعها. وهو كوباية ونص من السكر، هنحط عليهم كوبايتين من المية، مش هقلبهم ولا هاجي ناحيتهم خالص لغاية ما السكر يدوب. وبعد كده هعصر عليهم نص ليمونة، واحط عليهم كمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، واسيبهم بقى يغلوا بالظبط 7 دقايق على نار هادية. وبعد كده احط عليهم كيس من الفانيليا ونطفي بقى عليهم النار. وفي الوقت ده البسبوسة استوت معانا، هبدأ بقى اسقيها. البسبوسة عندي سخنة جدا والشربات بيغلي، هبدأ بقى اسقيها واغطيها واسيبها بقى تشرب الشربات بتاعها براحتها على ما نجهز الطبقة التانية. وهي عبارة عن كنافة متفرزة في الفريزر، هتفركيها بقى بايديكي او هتضربيها في الكبة، المهم تفرميها فرم ناعم بالشكل ده. في طاسة بقى على النار هنحط فيها معلقتين من السمنة، واول ما يسيحوا معايا هحط عليهم الكنافة وافضل بقى اقلب فيها لغاية ما تتحمر معايا وتوصل للون اللي انا عاوزاه وتبقى باللون الحلو ده. هنقلها بقى في اي بول علشان تبرد خالص وما تاخدش اي لون زيادة من سخونة الطاسة. وفي الوقت ده بقى هنعمل الكريمة بتاعتها. معايا كوباية ونص من الكريم شانتيه، والحقيقة المقدار ده فضل منه شوية حلوين، فاستكفي انتي بقى كوباية واحدة بس من الكريمة هتكون مظبوطة معاكي جدا. وحطيت عليهم نص كوباية من السكر وكيس من اللبن البودر، تقدري تستغني عنه مفيش مشكلة خالص. وهنحط عليهم كوباية ونص من المية المثلجة، ولازم هنا المية تكون فيها تلج. ولو لقيت ان القوام بتاعه لسه تقيل شوية افضلي زودي مية شوية بشوية لغاية ما يوصل معاكي للقوام ده. البسبوسة عندي باردة خالص ومسقية وطرية وزي الفل، وكمان الكنافة برضو باردة. هبدأ بقى ادي للبسبوسة طبقة حلوة كده من الكريمة واحاول اسويها كويس، وبعدين هدخلها الفريزر تشد شوية، وبعد كده احط عليها الكنافة واحاول برضو اسويها، وبعدين هبدأ اديها طبقة كمان من الكريمة وارجع ادخلها تاني الفريزر لغاية ما نعمل اخر حاجة وهو الكراميل. في طاسة على النار هنحط فيها كوباية من السكر، هنسيبها على النار من غير ما نقلبها ولا نحط فيها معلقة لغاية ما تدوب كده من الجناب. في الوقت ده بقى نبتدي نقلبها لغاية ما يتكرمل كله، وبعد كده احط عليه معلقة كبيرة من السمنة ونقلبها. وفي الوقت ده بقى نكون محضرين كوباية الا ربع من اللبن، هنحط عليه معلقة كبيرة من النشا ونقلبها، وبعد كده ناخده وننزل بيه على الكراميل. هتلاقيه قفش كده وتحجر معاكي، ما تقلقيش خالص، مع السخونة والتقليب هتلاقيه فك معاكي. وبعد ما يبقبق بالشكل ده هنطفي بقى عليه النار ونسيبه لما يبرد شوية، وبعدين هنبتدي نوزعه ونسويه على طبقة الكريمة. شايفين بقى الطبقات قد ايه شكلها يجنن. وجبت الكريمة وخففتها بشوية مية وهبدأ اعمل بيها خطوط بالشكل ده، وبعدين هبدأ اعمل الشكل الزجزاجي الحلو ده، وبعدين احط شوية من الكنافة على الحروف بتاع الصينية وقطعتها وحطيت على كل قطعة بقى شوية من الفستق الكداب.
شايفين بقى حاجة كده وهم القطعة منها بقى توديكي في عالم تاني خالص، وما كلفتناش ربع تكلفة الجاهزة. يا دوبك بس كل اللي هتكلفيه نص كيلو دقيق سميد على نص كنافة وكوباية واحدة بس من الكريمة، والسمنة في البيت والسكر في البيت. وشايفين بقى الطبقات بتاعتها حاجة كده من طبقات السعادة بتدوب في البق. وبكده خلاص يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. بالله عليكي ما تنسيش تعملي لي لايك عشان الفيديو يتشاف، وتشتركي في قناتي. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.